اوعى تخلص اي صلاة تصليها في يومك سواء فرض او سنة الا لما تستعيذ ربنا سبحانه وتعالى من 4 حاجات. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من 4. يعني بعد ما تخلص التشهد الاخير وقبل ما تسلم من الصلاة هتستعيذ ربنا سبحانه وتعالى من 4 حاجات. هنقول: اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم، واعوذ بك من عذاب القبر، واعوذ بك من فتنة المحيا والممات، واعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. وساعات النبي صلى الله عليه وسلم كان بيزودهم واحدة وبيقول: واعوذ بك من المأثم والمغرم. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ من الحاجات دي قبل ما يسلم من الصلاة؟ عذاب جهنم وعذاب القبر اكيد كلنا عارفينه، فربنا يكفينا ويحفظنا جميعا من العذاب ده ونكون كلنا من اهل الجنة باذن الله. طب ايه هي فتنة المحيا وايه هي فتنة الممات؟ فتنة المحيا ان احنا نقع في ذنوب ومعاصي وحاجات تبعدنا عن طريق ربنا سبحانه وتعالى. اما فتنة الممات فهي ان احنا لما نيجي نموت الشيطان يضحك علينا ويخلينا نكفر بالله، ومن كتر اصرار الشيطان وكرهه فينا ومن كتر ما هو عاوز بني البشر كلهم يكونوا من اهل النار، فممكن يجيلك على صورة حد انت بتثق فيه وبتحبه ويطلب منك وقتها انك تكفر بالله. ومن شر فتنة المسيح الدجال، ودي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا انها هتكون اشد فتنة هتمر علينا كبشر، ومفيش نبي الا وحذر قومه من الدجال ومن فتنته. واعوذ بك من المأسم والمغرم. المأسم ودي المعاصي او الحاجات اللي بتؤدي لارتكاب المعاصي، اما المغرم فهي الديون اللي بتكون تقيلة على الانسان ومش عارف يسدها. لو انت مش بتستعيذ ربنا عز وجل من الحاجات دي قبل ما تسلم من كل صلاة، فانا بس حبيت افكرك بسنة نبوية كتير مننا ما بيعملهاش، وده لاننا لازم نعين ونذكر بعض على اي حاجة تقربنا من طريق ربنا عز وجل. وانا هو فكرتكم والدور والباقي عليكم.